مستمعي هيفي اف ام الاعزاء، اسعد الله اوقاتكم. معكم انا ندى ابراهيم، اقدم لكم نشرة موجزة لاهم الاخبار، ابداها بابرز العناوين. مضرم النار في جسده امام مقر الادارة الذاتية في كوباني يفقد حياته. قوات سوريا الديمقراطية ترفض دخول البيشمركة إلى روجافاي كردستاني. ثلاثون ألمانيا يهاجمون طالبي لجوء سوريين. حادثة الغرق 11 في بحر إيجا منذ الاثنين الماضي. مرحبا بكم أعزائي المستمعين، إليكم التفاصيل. فقد المواطن فيصل مصطفى حياته في مشفى مالاطيا بتركيا يوم الأحد، متأثرا بحروقه بعد إضرامه النار في جسده أمام مقر الإدارة الذاتية في كوباني بتاريخ 26 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. مصطفى كان قد أضرم النار في جسده احتجاجا على تجنيد ابنته في وحدات حماية المرأة ومنعه من رؤيتها. أكد الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية بأنه يحق لجميع أبناء غرب كردستان الدفاع عن أرضهم ضمن صفوف وحدات حماية الشعب، مضيفا بأنه من غير الممكن القبول بدخول قوى عسكرية أخرى إلى غرب كردستان، كونها ستخلق حالة انقسام بين المجتمع الكردي. وتحدث الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية لوند روجافا عن التشكيلة العسكرية الجديدة إلى أنها تؤمن ببناء سوريا ديمقراطية وأخوة الشعوب، وتؤكد على وحدة الأراضي السورية وتحريرها من التنظيمات الإرهابية. وأضاف روجافا معظم الفصائل العسكرية التي تقاتل على الأراضي السورية ليس لها مشروع سياسي يهدف إلى إنهاء الأزمة، كون الحرب الطائفية في سوريا أفقدت مكونات الشعب السوري الثقة. وأضاف أن وحدات حماية الشعب قوى عسكرية لا تتبع لأي طرف سياسي ولا تفضل طرف على آخر، والفصائل العسكرية التي تمثل مكونات معينة كالعرب والسريان والآشوريين هي أيضا تؤمن بسوريا ديمقراطية، ولذلك لا نستطيع قبول قوى عسكرية كردية أخرى، كون وجود قوتين عسكريتين كرديتين سيخلق انقساما في الشارع ولا نستطيع القبول بذلك. دعا المجلس المحلي في تربسبيه التابع للمجلس الوطني الكردي إلى اعتصام يوم غد الثلاثاء لإدانة قرار التعليم باللغة الكردية الذي أصدرته الإدارة الذاتية. وجاء في بيان الدعوة أن قرار فرض المناهج المؤدلجة على مدارسنا وفي المراحل التعليمية الأولى ما هو إلا حرب على العلم. وأضاف البيان أننا بحاجة لهذا العلم في الإدارة المستقبلية لسوريا الجديدة. قتل 15 مهاجرا على الأقل، بينهم 6 أطفال بعد غرق قاربين كانا يعبران من تركيا مياه بحر إيجا المضطربة قبالة اليونان يوم الأحد، بحسب حصيلة جديدة لخفر السواحل اليونانيين. وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق مقتل 13 مهاجر، ولكن تم العثور على جثتين مساء. ووقعت حادثة الغرق الأولى قبالة جزيرة ساموس اليونانية عندما انقلب قارب على بعد 20 مترا فقط من الشاطئ، وعثر على جثث ما لا يقل عن 10 مهاجرين، بينهم طفلان و4 رضع الأحد في مقصورة المركب. كما جرفت الأمواج جثة فتاة إلى شواطئ الجزيرة، ولا يزال مهاجران 2 آخران مفقودين، فيما قال خفر السواحل أنه تم إنقاذ 15 شخصا بعد انتشالهم من المياه.
تضاف هذه الحادثة الجديدة إلى حوالي 10 حوادث غرق وقعت منذ الاثنين قبالة سواحل الجزر اليونانية، وأسفرت عن سقوط حوالي 60 قتيلا بينهم أكثر من 28 طفل. قالت الشرطة الألمانية أمس الأحد أن 30 شخصا مجهولا هاجموا 3 من طالبي اللجوء في مدينة ماغدبورغ شرق البلاد وأصابوهم بجروح. وأشارت الشرطة الألمانية أن المهاجمين كانوا يرتدون ألبسة داكنة وبعضهم يحمل عصي بيسبول، وعندما اقترب رجال الشرطة لاذوا بالفرار بعد إبداء بعض المقاومة. وأوضحت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الحادثة وقبضت على 24 شخصا يشتبه بصلتهم بالهجوم على طالبي اللجوء السوريين، واصفة الحادثة أنها جريمة إحداث إصابات بدنية خطيرة وخرق للسلم العام وانتهاك لقانون حيازة السلاح، بالإضافة إلى جريمة مقاومة السلطات. ويعاني ضحايا الهجوم من كدمات وإصابات في الوجه، وتم تقديم الإسعافات لهم في إحدى المستشفيات. وتأتي الحادثة بالتزامن مع تصريحات للمتحدثة باسم المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية حول تحقيقات بشأن 10 لاجئين من سوريا بشبهة انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو المشاركة في جريمة حرب. حقق حزب العدالة والتنمية التركي فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في تركيا، ونجح هذا الحزب بخلاف كل التوقعات في استعادة الغالبية المطلقة التي كان قد فقدها قبل 5 أشهر، حيث جمع الحزب نحو 50% من الأصوات وحصل على 320 مقعدا من أصل مقاعد البرلمان التركي البالغة 550 مقعدا. فبعد أن فشلت الاتصالات التي جرت لتشكيل حكومة ائتلاف وطني بعد انتخابات 7 من حزيران يونيو، دعا أردوغان لإجراء انتخابات جديدة، فيما نجح حزب الشعب الديمقراطي في تجاوز عتبة 10% وحصل على 59 مقعدا بعد حصوله على نسبة 10.4%. من جهة أخرى أدت هذه النتائج إلى مواجهات بين الشرطة التركية ومواطنين أكراد في ديار بكر بعد ظهور نتيجة الانتخابات. مستمعي هيفي FM الأعزاء، كانت هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار. أشكركم على حسن الاستماع.